يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض العيش البلدي الفلاحي على أصوله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بشوية مية وبشوية دقيق هتعملي أحلى وأطعم عيش فلاحي. هو له أسماء كتيرة جدا على حسب كل بلد ما بتسميه. يعني في ناس بيسموه العيش المرحرح أو عيش الفتة أو العيش بالردة، أيا كان بس هو اسمه الأصلي العيش البلدي. تمام. العيش كله مفرغ وكله قابب في الفرن، مفيش ولا رغيف صفطان ولا هبطان في الفرن. حلو قوي كأننا عاملين رقاق فلاحي. شايفين شكله عامل ازاي؟ وبشوية مية وبشوية دقيق. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف هنعمل العيش اللي بالردة القمر ده ازاي. شايفين شكله تحفة، ودي الطريقة الأصلية. بسم الله. اول حاجة انا هجيب طبق يكون واسع كده، احط فيه حوالي 3 كوبايات من المية الدافية، دافية زي دمعة العين كده. احط فيها معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة من السكر، وكمان مكعب كبير كده من الخميرة البيرة، يعني حوالي معلقة ونص كبيرة من الخميرة بيرة، نقدر نستخدم خميرة فورية. وبعدين بندوبهم كده مع بعض كويس الاول. وبعدين معايا 2 كيلو من الدقيق، دوت دقيق اللي هو الدقيق البلدي اللي هو دقيق الغلة الفلاحي، واي نوع دقيق ينفع وهيبقى زي الفل. بس انا بضيف الدقيق شوية بشوية كده، مش بنضيف الدقيق مرة واحدة، بننزله شوية بشوية ونعجن. اهم حاجة نقطة العجن في العيش دوت، بيحتاج عجن منك كويس جدا جدا، دي اهم نقطة. العيش دوت قوامه مش بيكون زي اي عيش، يعني لما بنيجي نعمل معجنات بتكون العجينة كده ماسكة نفسها ويابسة شوية، انما العجين دوت انا عايزاه مرق كده او يعني خفيف. تمام زي ما انتم شايفين كده، مش عايزة العجينة بقى يابسة وتقيلة كده، وفي نفس الوقت ما تبقاش العجينة عاملة زي المية. العجينة بتكون عاملة زي عجينة الزلابية كده. تمام. شايفين بنضيف الدقيق شوية بشوية وبنعجن. اهم نقطة القوام بتاع العجينة، بنلد فيها ونعجن كويس قوي قوي. شايفين ازاي؟ دي نقطة مهمة العجن دوت. القوام لو خفيف مش هيبقى مظبوط، ولو تقيل قوي اتجمعت معايا بقت كتلة عجينة مش هيبقى مظبوط. انا عايزاه يوصل معاكم بالشكل دوت كده، لا هو تقيل قوي قوي ولا خفيف قوي قوي، قوام وسط زي عجينة الزلابية بالظبط. تمام. اهم نقطة بقى ان احنا بنغطي العجين دوت ونريحه كويس جدا لحد ما يضاعف حجمه مرة كمان. يعني العجين دوت ممكن ياخد وقت بقى يجي ساعة كده ولا حاجة، لازم يخمر ويتضاعف مرة كمان بالشكل دوت. الصاج بقى اللي انا هقطع عليه، انا عاملة على صاجين 2 هقطع عليهم العجين، لازم نرشه كويس قوي بالردة. لو ما رشناهوش ردة هتلاقي العجينة لزقت في الصاج. عايزة العجينة ما تلمس الصاج، يكون تحتها ردة عشان اعرف اشيلها بسهولة. دوت كده العجين بعد ما تضاعف حجمه، شايفين بقى عامل ازاي؟ ملا الطبق. انا مش بنزل الهواء خالص اللي في قلب العجين، انا ببدأ ان انا اقرص العجين كده من جنب الطبق. ولازم ابل ايديا ميه مش زيت، ببل ايديا ميه، وابدأ ان انا اخد حتة العجينة وابدأ ان انا اظبطها زي ما انتم شايفين كده واحطها على طول على الصاج. ونحط كمية ردة كويسة، مش هنهدي الردة ولا حاجة، احنا بعد ما بنخبز بنبدأ ان احنا نلم الردة تاني اللي كانت في الصاجات دي وبنستخدمها تاني، مفيش اي مشكلة. لكن لازم نغلف كويس قوي قوي الصاجات دي بالردة، ونبدأ نقرص كده من العجينة ونحط في الصاج. وانا بقى هعمل كل كمية العجين بنفس الشكل دوت، وزي بقى ما يعمل الكمية معاكوا على حسب حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه. انا بقى مش بريح العجينة تاني بعد ما بقرصها كده، يدوبك على ما بولع الفرن واجهز الدنيا للتسوية وببدأ ان انا اعمل العيش على طول. مش بريح خالص خالص العيش بعد ما بكوره. خلاص. شايفين الطريقة سهلة وبسيطة خالص خالص. لو انت حتى مبتدئة ابدأي بكمية صغيرة خالص، واول رغيف كده مش هيظبط، تاني رغيف مش هيظبط، لكن بعد كده هيظبط معاك ويبقى زي الفل.
ناس كتيرة جدا بيتهيأ لها ان طريقة العيش دوت صعب ومش هينفع نعمله ونستسهل ان احنا نشتريه من بره. لا والله طريقته سهلة جدا. حتى لو انتي مبتدئة، ممكن اول رغيف ما يظبطش، تاني رغيف، لكن بعد كده هتلاقي ايديكي خدت عليه وحلو جدا. تعالوا بقى نشوف التسوية المظبوطة اللي تطلع العيش قابب معانا كده ومنفوخ وفي منتهى الجمال. العيش دوت بيستوي على نار عالية قوي قوي. ما ينفعش النار تبقى هادية، النار لو هادية مش هيعلى معاكي، وكمان هيبقى معضم وناشف. لازم النار تكون عالية جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده، النار عالية من تحت ومن فوق. دوت شكل العيش حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي. اول حاجة بنجيب المطرحة ونبدأ نحط عليها شوية ردة، وبعدين نجيب رغيف بنشيله من على الصاج كده ونحطه على المطرحة، ونبدأ ان احنا نرحه بنفس الشكل دوت. لو رحتيه ولقيتي ان الرغيف اتظبط معاكي واتفرد على المطرحة، ما تستخدميش ايديكي عادي واشقطيه على طول في الفرن. لو لقيتيه لسه برضو كاشش كده وصغير ومش راضي يتفرد او مش عارفة ترحيه حلو، استخدمي ايديكي، فردي كده بصباعين بس كده، فردي الرغيف على المطرحة، وبعدين حطيه في الفرن. النار بتبقى عالية جدا عشان يقب معانا. والتسوية دي بتنطبق على فرن غاز او فرن بوتاجاز. تمام. ودوت شكل العيش بعد ما خرج من الفرن. حلو قوي قوي، العيش طري، ريحته جميلة جدا، التسوية بتاعته مظبوطة. لو مشينا على الخطوات بالظبط بإذن الله تعملوا أحلى عيش بلدي. العيش مفرغ، مفيش ولا رغيف واحد صفطان ولا هبطان معاكي في الفرن. حلو قوي قوي، شكله روعة، طعمه في منتهى الجمال. احنا هنعمل بالعيش دوت فتة الفيديو اللي بعد ده على طول. الفتة المصري بالطشة الخل، طعمها وريحتها تجيب لآخر الشارع. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ تحفة. جربوه، مستنيه رأيكم فيه، متأكدة مليون المية انه هيعجبكم. عاملين رقاق مش عيش بلدي بالردة. شايفين شكله يجنن. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقة دي تكون سهلة وبسيطة وكلكم تنفذوها، ومستنيه رأيكم فيها. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. ولو عجبكم الفيديو الحلو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة انا بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.